مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضرونا اليوم يا حلوين. زي ما انتم شايفين احنا بالطريق. مفاجأة، نزلنا على الأردن. هي مش مفاجأة، الكل بيعرف ان نازلة، يعني مش ست قلت بس تقدم يومين زمن. فتعالوا معنا هنا. رايحين على المطار، ووصلت تقريبا 29/5 كأنه 28/5 بس. لحد ما بتعرفوا وصلنا فيرمان، وفيرمان وصلني ورجع. لحد ما رتبنا أمورنا وسافر يعني. فقلت أشياء ما أنتج لكم وأنزل لكم الفيديوهات. Oradan da var değil mi diş hatları? Oradan da var abi. وهلا يا حلوين، وصلنا مطار اسطنبول الحمد لله. بس ضايل نروح نوزن عشان نطمن على الوزن، وبعدين بروح على البوردنج ان شاء الله تعالى عشان اخذ تيكت. تمام. مصطفى بابا ايه طلع؟ وهلا يا حلو زي ما انتم شايفين نازلين على الأردن. الأب والابن مطقمين مع بعض. طبعا صدفة، والله العظيم صدفة. لو كنت تحكوا لي إنه أنا مطقمتهم، لا والله صدفة. بس المهم وآيلوش هون، وهاي رايحين بطرفتا. aynen bu tarafa şimdi gidiyoruz. بحكي فعلا دائما بروح من هاي الناحية، من هاي الناحية كتير. مكان البواب بعيد. ف حاليا نروح وين؟ على البوابة. يلا طلعوا. هذا شايفين التعب ملوش عربية، بس عادي في شنطة تحمله. شو اسمه بيحكي رايحين على المالديف مع حطاية. الحمد لله على السلامة يا جماعة، وصلنا مطار الأردن. طلعوا هدول احنا زي المتشردين، اقسم بالله العظيم. طلعي يلا، الحمد لله على السلامة. هنروح نروح يلا. هيك يا جماعة الخير، بعد ما وصلنا بالسلامة لقينا الناس بتسنانا عشان أنا حكيت لأهلي بدي منسف، ما خجلوني. من أول يوم. تفضلوا. صباح الخير يا حلوين، بيت أهلي بالأردن. صحينا الحمد لله. منظر الغسيل والأرجيلة انسوهم. بس المنظر خرافي. طبعا عليكم طبعا. الجو كتير شاطر. بس زي ما انتم شايفين هذا جديد عملوه وأنا مش موجودة. الحيطان هاي محجرة بس حلوة، عجبتني. فهاي البلكونة هيك عاملينها صغيرة عشان أهلي إخواني يأرجلوا فيها عشان ما يدخلوا على البيت، يأرجلوا جوا. عملتكم بس يعني حلوة عملوها، يعني جميلة، حبيت. فبس عملت لكم حلوين زي ما انتم شايفين. الحمد لله وصلنا بالسلامة كتير مبسوطة. بس امبارح كان يعني يوم خرافي، ما كنتش عارفة افتح عيني. هالقد كنت كتير نعسانة قبل اليوم من سفري، ما نمتش ولا دقيقة. فلهيك نمتني نومة محترمة. بس هلا مصطفى صحي، اورجيكم والصباح. تعالوا في صباح تاني اورجيكم اياه، صباح فخري. اورجيكم الصباح التاني.
بسم الله ما شاء الله. هوا هون يا جماعة برد الروح، ما في رطوبة البحر، فاهمين؟ لأنه جبال زي ما انتم شايفين طلع شجر زيتون العشق. زي ما انتم شايفين هدول دجاجات ماما. وز وبط ودجاج زي ما بتحبوا زيادة. طبعا احنا بالوضع الطبيعي بالصيف هاي في هون نافورة زي ما انتم شايفين، بس هلا هي وسخة يعني لسه ما فتحوا الموسم زي ما بيقولوا. رح تتنظف ان شاء الله، وبسحبوا السيارات هدول هونهم، بسحبوا السيارات هدول لبرا نهلا هناك، وبنعمل قعدة هون دايما يعني. في وردات، في عنا لوز، بس ملحقتش موسم اللوز الحمد لله رب العالمين، بس ملحق موسم التين التوت اشياء زي هيك اوكي يعني ما في مشكلة. المهم يا جماعة الخير، خليكم معنا عشان نشوف شو رح نفطر اليوم. او هم اكيد بيشربوا قهوة اول مش زينا، احنا اتراك بنفطر بعدين نشرب قهوة، فممكن انه نفطر. ما بعرف هذا ممكن عشان فيرمان يحترموه مش يحترموني. بس لما يسافر فيرمان بيحترمونيش عادي. طلع رائع الجو جدا. بس سلامة عليكم، خليكم معنا. صباح الخير يا حلوين. اليوم الثاني او الثالث حتى. الثالث ضروري. صارت خلفه لو سمحت. دقيقة. وهلا يا جماعة زي ما انتم شايفين ايفت. هلا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين احنا بالطريق رايحين على تسنيم. رايحة مش عارفة وين تسنيم رايحة مش عارفة وين بدها تروح. رايحة خطيفة بس. المهم تركتنا آيلا عند فيرمان وماما نايمة والعيلة كلها نايمة، فقلت تعالي نطلع انا وياكي نخلع منهم. فزي ما انتم شايفين احنا طالعين هلا، فخليكم معنا. رايحين مش مكان بعيد، رايحين مكان قريب، نجيب هيك كم شغله للفطور ونرجع، فتعالوا معنا. وهيك يا حلوين هذا فطور تاني يوم بالأردن. صبايا نص الفيديوهات بتكون عند تسنيم ونصها عندي، فبنصور مع بعض لأنه هي بتصور جزء وأنا بصور جزء، فبتكون من الفيديوهات تروحوا على قناة تسنيم علشان تحضروها. مرحبا يا فيرمان، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الأردن يا محمد؟ حلو؟ حلو. هاي فيرمان برد عليك. وهون يا حلوين كان احتفال هو هذا اليوم الثالث اللي احنا فيه، كان احتفال لزواج الأمير حسين في الأردن يعني. فكان بكل جامعة في الأردن في احتفال كبير، أو كل محافظة فيها احتفال كبير. فهذا الاحتفال كان فيه إطلاق ألعاب نارية يعني. فكتير كان المنظر حلو، كتير انبسطنا واحنا بنتفرج عليه، كتير انبسطنا. زي كأنه عرض مسرحي يعني، كان كتير حلو لمدة تقريبا 15 دقيقة كان، فكتير انبسطنا. فحبيت أنقول لكم الأشياء اللي شفتها. هذا تقريبا نصه كنت متفرجة عليه، فبعدين خطر على بالي إني أصور، فهذا اللي صورته. فكتير انبسطت. هذا من بلكونة بيتي أصلا، هاي جامعتي جامعة البلقاء، هاي بلكونة بيتي التصوير. فكتير انبسطنا يعني بالمنظر. وبنبارك أكيد لسيدنا الأمير حسين والأميرة رجوة بالزواج، والله يسعدهم يا رب ويوفقهم. وبس يا حلوين زي ما انتم شايفين اللي كتير المنظر كان حلو. في ناس يحكوا لي نازلة فجأة وكذا، فأنا مش نازلة فجأة، بس هي ارتبط أول شي نزلتي مع الانتخابات التركية، كان في انتخابات، وبعد ما انتخبنا وخلصنا صار في ما بعرف شو، فقلنا بشهر 6 أول، وكان في ضغط طيران، فما زبط الوقت إلا هذا الوقت. فالحمد لله رب العالمين نزلنا بالسلامة وصلنا. وفي ناس كتير يا جماعة اللي بعت لي طلب مني طلبات كلهم وصلوا يعني، واغلب الناس كتير انبسطت. وفي ناس جابوا هدايا لمصطفى وآيلا، يسلموا كتير 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 كتير، عجبوهم الألعاب يعني. يسلم ايديكم، ما كان في داعي، بس كتير عن جد انبسطوا فيهم. واي حدا بده طلبات تانية من عيوني التنتين ان شاء الله تعالى. وبس يا حلوين زي ما انتم شايفين منظر كتير حلو. انا بعرف عم بحكي كتير، بس انه حبيت اعلق على المواضيع اللي انا اللي بحب يعني اشرح لكم عنهم فيها. ان شاء الله رح ينزل فيديوهات حلوه وانا بالاردن ان شاء الله تعالى. حستغل الفرصه وننزل لكم فيديوهات حلوه. وزي ما قلت لكم نص الفيديوهات بتكون عندي ونص الاخر عند تسنيم.
عشان هي عندها قناة وأنا عندي قناة، فبنصور مع بعض، بنكمل بعض بالفيديوهات يعني إن شاء الله تعالى. وأي حدا ما بيعرف تسنيم هي أختي وعندها قناة على اليوتيوب، قناتها جديدة لها فترة منيحة بس. وبتمنى منكم إن تروحوا تتابعوها إن شاء الله وتعملوا لها اشتراك بالقناة وبس يا حلوين. كمان هنا صورت فيديو استقبالي بالمطار، نزل امبارح او اول امبارح، فروحوا شوفوه وحطوها لايك. وبس يا حلوين، لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملنا لايك وتشتركوا بالقناة اذا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عم ننزله. وان شاء الله رح ننزل لكم فيديوهات حلوة، وخليكم متابعين معنا ان شاء الله تعالى. وبس يا حلوين، لهون بقول لكم باي باي، تصبحوا على خير.